ازيكم عاملين ايه؟ نفسكم تعملوا حاجة حلوة سهلة وسريعة، يعني في أقل وقت وأقل مجهود وبثلاث مكونات بسيطة جدا، وكمان على البارد، يعني من غير بقى نار ولا فرن ولا الكلام ده، والنتيجة بتاعتها مضمونة ان شاء الله. وبتطلع طرية جدا جدا، يعني مناسبة كمان للأطفال. وزي ما انتم شايفين كده، بصوا طلعت من الصينية مش سايبة أي أثر وراها، كمان الطبقات سمكها مظبوط خالص. وهوريكم دلوقتي من قريب جميلة ازاي. اتمنى كده تجربوها وتقولولي رأيكم. بس قبل ما نبدأ بقى، ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. وهنا بصوا بوريكم برضو قد ايه هي طرية، المعلقة هتنزل فيها بسهولة جدا. بصوا بقى والطبقات جميلة ازاي. اول حاجة بقى بنعملها، بجيب البسكوت بتاعي، بسكوت الشاي، وهستخدم علبة فيها 12 باكو. وبعد كده هبدأ اطحن البسكوت بتاعي ناعم خالص، عايزاه يطحن ناعم تماما. ممكن طبعا تستخدموا اي حاجه غير الخلاط، يعني لو عندكم حاجه تنفع تطحن لكم كميه البسكوت كلها مره واحده، ال 12 باكو كلهم مره واحده، طبعا هتوفر عليكم خالص المجهود والوقت يعني. وهتلاقوا الوصفه ما خدتش دقايق منكم يعني. بس وهشغل بقى الخلاط كده وابدا اطحن في البسكوت. هقرب كده خلاص. هديله رجه بس كده، واشغل مره اخيره بس زياده تاكيد كده. وكده تمام. هوريكم دلوقتي بقى القوام او المنظر البسكوت عامل ازاي. بصوا هو ده اللي احنا او اللي انا عايزاه يعني. زي الفل كده. وهنكمل بقى باقي الكمية بنفس الطريقة. بعد كده هجيب بقى كوباية كبيرة من اللبن، كوباية اللي هي شبه المج كده. وهبدأ أنزل باللبن بالتدريج مع التقليب كده. أنا هنا بس بدلت المعلقة السيليكون بمعلقة ألمونيوم، عشان الألمونيوم مش البسكوت مش بيلزق فيه قوي زي السيليكون. طبعا عشان ضفنا لبن، فالبسكوت هيبدأ ايه يلزق شوية. بس عادي يعني، مش غلط، يعني ماشيين صح تمام كده. هبدأ بقى كل شوية أحط شوية لبن. بعد كده بقى هبدأ أكمل باقي العجن بقى، يعني بجوانتي أو كيس. يا ريت، هيبقى أفضل بكتير من المعلقة طبعا، عشان نلم كل حاجة بإيدينا يعني هتجيلكوا لحظة كده بعد ما تخلصوا نص، يعني تقريبا نص كوباية اللبن. ابدأوا اشتغلوا بإيديكوا بقى، يعني عشان تلموا بقى البسكوت كده مع اللبن، وتبدأ تشكل معاكوا العجينة. فهنشتغل بإيدينا، نلبس بقى كيس، نلبس جوانتي المتاح عندنا. أنا هنا لبست كيس. وهبدأ ألم بقى العجينة كده. كل ما تحسوا انه في شوية بسكوت لسه مثلا مش بيتلموا مع العجينة، تحطوا شوية لبن بسيط خالص. بس هنا كده خلاص اتلمت كويس خالص، زي ما انتم شايفين. وما استخدمتش كل كوباية اللبن، فاضل فيها شوية هم. بعد كده هجيب بقى البايركس بتاعي، بايركس كده حجم وسط. وهبدأ انزل بقطع من العجينة، كل شوية احط قطع كده وافردها كويس خالص. برضو يا ريت نشتغل بايدينا. كيس كده اهم حاجة او جوانتي، عشان البسكوت لو اشتغلنا بايدينا بس هيلزق في ايدينا. الكيس بيبقى سحري خالص مع البسكوت باللبن، بيخلي البسكوت ما يلزقش خالص في، يعني الكيس ما بيلزقش خالص البسكوت فيه. وابدا افرد كده كده. انا حطيت 3 مرات قطع من العجين. وهبدا بص، حتى بساوي الاطراف بايدي كده. بتفرق قوي في الشكل في الاخر. عشان كده بقول لكم اشتغلوا بايديكم احسن. بس كده. هضيف بقى قطعة أخيرة من العجينة. وابدأ برضو ايه اوزعها كويس خالص كده بالتساوي في كل الاتجاهات كده، عشان يبقى الطبقات متساوية يعني. بس كده خلاص اهي، زي ما انتم شايفين شكلها حلو ازاي. الطبقة جميلة، شكلها حلو متساوية الحمد لله. بس كده. وهبدأ بقى اعمل ايه الطبقة اللي من فوق.
بس هوريكم من قريب الاول شكلها، بصوا. بعد كده بقى هجيب الكريم الشانتيه، هستخدم 4 معالق كبيرة من الكريم شانتيه، وهنزل عليهم بنص كوباية لبن، وهضرب بمضرب البيض اليدوي او الكهربائي براحتكم زي ما تحبوا يعني. انا حسيت القوام لسه تقيل شوية، فهضيف نص كوباية لبن تانية، فكده احتاجنا كوباية من اللبن، الحجم اللي انتوا شايفينه ده اللي شبه المج. هقلب برضو كويس خالص. هوريكم دلوقتي القوام الحلو اللي طلع في الاخر، او القوام المناسب يعني. بصوا، هو ده اللي احنا عايزينه. هبدأ بقى انزل بالكريم شانتيه بتاعي على طبقة البسكوت. ما تستكتروش كمية الكريم شانتيه دي، لا هي دوبك اصلا كويسة جدا. بصوا بقى الجمال، نوزعها بظهر المعلقة كده. بعد كده هجيب كيس من البوريو، طحنته، هبدأ أزين بيه الطبقة الأخيرة. بيدي شكل وطعم حلو قوي طبعا. الوصفة سكرها مظبوط جدا يا جماعة، ومش سكرها مش عالي خالص، بالعكس طلعت مظبوطة جدا. بصوا بقى هوريها لكم من قريب جميلة ازاي، والطبقات بتاعتها بصوا شكلها عامل ازاي. هندخلها بقى التلاجة ترتاح نص ساعة بس، مش اكتر من كده، هتكون جاهزة. بس هنغطيها بورقة فويل كده او ورق ستريتش، اي حاجة نغطيها، ماما نغطيها عشان ما تاخدش اي ريحة من التلاجة. وبس كده الوصفة خلصت وهتطلع معاكم زي ما انتم شايفين كده دلوقتي. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وتكون مشاهدة ممتعة يا رب. ويا رب تجربوها كده وتقولوا لي رأيكم. وشكرا جدا مشاهدتكم ومتابعتكم، يا ريت تاخدوا لفة في القناة كده وتتفرجوا على الافكار والوصفات اللي بقدمها. وشكرا جدا ليكم.